خليني نسولك سؤال بسيط جدا. هل فيه فرق بين طباخة شاطرة، طباخة موهوبة، وبين طباخة عندها مشروع، ولا راكي تشوفيهم نفس الشيء؟ إذا كنتي تبغي الطبخ وتقني وصفات مليحة لكن الدخل تاعك مازال ماشي ثابت، ماشي مليح، فهذا البودكاست درتو ليك. شوفي، أنا فوزية، نساعد الطباخات أنهم يحولوا المهارة نتاعهم إلى دخل يكون مليح، دخل يكون مستقر عبر الإنترنت بطريقة بسيطة بدون أي تعقيد. خليني نحكي لك مشهد يتكرر كل يوم طباخة تنوض الصباح بكري، عندها طلبيات، تدخل المطبخ، توقف في هذاك المطبخ بالساعات، راهي تجرب، راهي تطبخ، راهي تنظف، راهي ترتب، راهي توجد، راهي وفي الليل تكون تعبانة، تكون مرهقة، لكن كي تدي دراهم صح في هذيك اللحظة تفرح، لكن بعد يوم يومين ترجع لنفس النقطة. لو توقف مثلا هذا العمل تاعها يتوقف كل حاجة. هنا واش نقول لك بكل صراحة، أنه أغلب الطباخات عندهم مهارة لكن ما عندهمش مشروع. علاش ما عندهمش مشروع؟ بمعنى أنها تخدم بزاف، تخدم كثير، لكن ما يبنوش حاجة تبقى، كل يوم ترجع لنفس البداية، ترجع لنفس النقطة، وهذا بالضبط هو السبب اللي يخلي التعب نتاع كل طباخة راهي تخدم كيما هكا، التعب نتاعها يزيد والدخل نتاعها يبقى محدود. شوفي، رايحة نعطيك واحد الفرق بين الفروقات بين الطباخة الموهوبة وطباخة صاحبة مشروع. شوفي، الطباخة الموهوبة اللي هي شاطرة تركز على الطبخ، أما صاحبة المشروع تركز على النتيجة. هذا وش معناه؟ معناتها أن الطباخة اللي هي شاطرة موهوبة عندها مهارة مليح دايما تلقيها تركز على الطبخ، تطبخ أنها تطبخ مليح باش الناس تشكر الخدمة نتاعها، ولا تقدم طلبيات الناس رايحين يجوا يهزوها يقولوا هذه الطباخة مليح شاطرة خدمت لي حاجة مليحة وكلش. شوفي، أنا هنا منيش نقولك ما تخدمش حاجة مليحة، لكن الفرق هو في النتيجة. الطباخة اللي عندها مشروع تفكر أنه كيفاش هذا الطبخ يجيب لي مال، كيفاش هذا الطبخ يجيب لي مال بدون ما نتعب كاع النهار. مثلا أنا كيفاش مثلا في خلال ساعتين في اليوم رايح يجيني مال، وهذاك المال رايح كل مرة يزيد يكبر. فهمتي؟ هو الفرق في التفكير ولا الفرق بالنتيجة. مثلا نقولوا أنه طباخة عندها وصفة مليحة نتاع مقروط، مثلا الناس يعجبهم المقروط نتاعك انت كطباخة، لكن انتيا طباخة موهوبة وطباخة شاطرة راكي تستعملي هذاك الوصفة باش تجيبي طلبيات وتخدميهم. بينما نقولوا طباخة أخرى عندها نفس الوصفة نتاعك، لكن هذيك الوصفة ما تشوفهاش طلبيات يومية، تشوفها فرصة كبيرة، تشوفها مال كثير. علاش؟ لأنها رايحة تقدمها كقيمة لناس أخرين وهما يستفادوا منها. فهمتي؟ انتيا تلقي نفسك أنك هذيك الوصفة راكي كل يوم تعاوديها، كل يوم ترجعي لنفس البداية، لكن لا هي ما دارتش هكاك، خدمتها كتدريب كتعليم ومدت مرة واحدة، وراهي كل يوم غير تمدها للناس. فهمتي؟ عندها واجدة، ما هي راهي تبني، ما راهيش ترجع للبداية. شفتي الفرق بينك وبينها؟ أما الفرق الثاني
الطباخة اللي هي شاطرة وموهوبة يوميا تتعب، والطباخة اللي هي صاحبة مشروع كل يوم راهي تبني. شوفي لو كان نتيا طباخة وراكي تشوفي انه الدخل نتاعك مربوط بعدد الساعات اللي تخدميهم، مثلا عندك طلبية تديلك 5 سوايع 3 سوايع 4 سوايع، نقول لك انه مازال راكي تخدمي، ما راكيش تبني، راكي تمارسي في عمل يومي، ما راكيش تبني، ما راكيش تبني. فهمتيني؟ مثلا نقولوا انه اذا جا موسم الاعياد، موسم الاعراس، موسم اللي فيه مناسبات، تلقي طلبيات كثيره، وهنا رايحه تعبي كثير، والدخل تاعك يكون عادي مليح، نقولوا احنا مليح. فهمتي؟ لكن اذا فات هذاك الموسم، فات هذيك المناسبه، فات العيد، راح يرجع الدخل تاعك يا ربي كاين يا ربي ما كاش، يرجع عادي بشكل عادي. هنا ديري في بالك انه هذا ماشي مشروع، هذا راهو عندك تعب موسمي راكي تخدمي فيه. اذا جا المواسم راح نستغل الفرصه، ما كان حتى موسم، ما كان حتى عيد، حتى مناسبه، الامور راهي تمشي عادي، كل ما جاتني طلبيه راح نخدمها. وهنا ديري في بالك رايحه تتعبي. علاش؟ خاطر ما راكيش تدخلي مال، ما راحش يكون عندك بهذيك الوتيره، ما يكونش مستقر المال تاعك. فهمتيني؟ نروحوا للفرق الثالث. شوفي الطباخه اللي هي موهوبه تبقى تستنى طلبيات، اما صاحبه المشروع رايحه كل مره تخلق تدير فرصه. نفهمها لك. شوفي كاين طباخات دايما نشروا صور ولا منشورات ويستناو انهم يجيهم تفاعل، يجيهم اعجابات، يجيهم تعليقات. اذا جاهم رايحين يفرحوا، اذا ما جاهمش راح يحسوا بواحد الاحباط، ولا تبدا كدير في نفسها انه الناس ما تعجبهمش الخدمه نتاعي. مش عارفه، مهم كل وحده واش يجيها الشعور، مهم شعور نتاع ماشي مليح. فهمتي؟ بينما الحقيقة أنه الطباخة اللي هي عندها أصلا، هي صاحبة مشروع كما قلنا، هنا هي تعرف الناس القيمة اللي راهي تقدمها. علاه تقدمها لهم بطريقة تكون واضحة، كل يوم تظهر أمامهم وتقول لهم شوفوا أنا والتجربة نتاعي، شوفوا أنا النتيجة اللي وصلوا لها الناس اللي داو هذاك الحاجة عليا، شوفي أنا التجربة نتاعي، شوفي أنا حكايتي، شوفي أنا قصتي، شوفي أنا هذا السر اللي درته، شوفي هذه الطريقة اللي خدمت بها. أرواحي شوفي رايحة نعطيك واحد السر رايحة تستعمليه ورايحة تطلعي به مال. فهمتي؟ هي تعرف الناس القيمة نتاعهم، ما تبقاش تستنى الطلبيات اليومية، هي راهي تظهر أمام الناس، تقول لهم أنا عندي قيمة، دخلوا شوفوني. علاش؟ خاطر راهي تقدمها بطريقة تكون واضحة. فهمتيني؟ أما الفرق الرابع، دايما اللي هي طباخة شاطرة تبيع بالصدفة، خاطر علاه تقعد تستنى. أما الطباخة اللي هي صاحبة المشروع تبيع بوعي. فهمتيني؟ تبيع بوعي. علاش؟ الطباخة اللي هي شاطرة وموهوبة وكلش تبدا كيما نقول تدخل معاهم في حوار، ولا مش عارفه واش يسموه. مهم اذا كانت الزبونه كل مره تسقسي شحال هادي، شحال راكي تبيعي فيها، شحال ممكن، مهم شحال راكي دايرتي هذه، مهم تبقى مع في الحوار. هذيك الزبونه تبقى تتقارن، ندي هذه ما نديهاش، نكوموندي ما نكومونديش. لكن صاحبة المشروع عندها نظام، عندها فكرة واضحة تمشي بها، هي اللي تخلي الناس يشوفوها وهما هما يدخلوا ليها سقسوا كيفاه راكي هذه، كيفاش راكي وهذه، ويلقاو عندها عرض يكون مميز. تقدم مثلا حاجة
ما يقدموهاش الآخرين، تعلمهم حاجة ناس تانيين ما يعلموهاش ليهم. فهمتي الفرق وين؟ أنا كامل هاد الموضوع تاع البودكاست حبيتك أنكِ تنتقلي من أنك تكوني طباخة موهوبة وشاطرة هو مليحة، أنكِ تكوني طباخة شاطرة وموهوبة، في نفس الوقت تدّي التفكير اللي يخلّيك مرتاحة، ما تبقايش في هاداك التفكير اللي تبقاي تعبانة وتجري من طلبية لطلبية لطلبية، صدقيني رايحة تبقاي في نفس النقطة. راكي نفس النقطة ترجعي لها كل مرة. أنا بغيتك طباخة اللي تكوني صاحبة مشروع، الطباخة اللي كل يوم تبني، ما ترجعش لنقطة البداية، لا، لا، تبقى الطباخة اللي كل يوم تبني في تبني في المهارة نتاعها، تبني في الدخل اللي تحققه، تبني في الجمهور نتاعها. وانتِ راكِ عرفتِ إنه المشكل ماشي فيك ولا في المهارة اللي راهي عندِك، المهارة اللي راهي عندِك حاجة ما شاء الله، ال أنتِ في حد ذاتِك راكِ ما شاء الله، لكن المشكل هي في الطريقة اللي راكِ أنتِ ممكن ماكيش عرفتيها، وممكن ماكيش حابة تطبّقيها. ولا ممكن أنه ما كاش اللي قال لك أنه هذه الطريقة راهي متعبة، وكاينة طريقة تجيب لك مال أفضل، طريقة تجيب لك مال أحسن، تخليك مرتاحة أكثر بدون كل هاد الجريات والطلعات والنزلات وكوموند وطلبيات ومانيش عارفة واش وتعليقات ولا لا لا لا. فهمتيني؟ على بيها أنتِ إذا حسيتِ إنه هاد الكلام راني نتحدث عليك وراكِ تسمعيني وراني نتحدث عليك، حبيتِ تفهمي كيفاش تنتقلي من طباخة شاطرة، طباخة متعبة ومرهقة، إلى طباخة صاحبة مشروع تبني دخل حقيقي عبر الإنترنت، رايحة نحط لِك واحد الوصف، ماشي وصف، رايحة نحط لِك صفحة فيها فيديو في الوصف، ماذا بيا أنكِ تشوفيها، دخلي ضربي عليها طلة تلقاي فيها واحد الفيديو سمعيه، سمعيه على الأقل يعطيك الطريقة نحطِّك في الطريق، أنتِ حبيتِ تكملي راكِ فهمتِ الطريق، حبيتِ ما تبديش فيها أنتِ حرة، بصح نقول لِك راكِ رايحة تبقاي في نفس المكان اللي راكِ فيه حاليًا، ما رايحاش تتطوري. علاش؟ لأنه إنسان إذا ما بدلش المعطيات اللي راهو عايش فيها حاليًا راح يبقى في نفس النتائج، لكن بديهي إذا بدلتِ المعطيات اللي راكِ فيها رايحة توصلي إلى نتائج تكون مختلفة، هذه هي القاعدة اللي تعملي بها، فهمتيني؟ واش نقول لك؟ إن شاء الله كان هاد البودكاست خفيف ظريف عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.